المونديال ومشاركته في أول ظهور له على المسرح. حتى الآن صبر، انضباط، تضحية جماعية وحارس مرمى متألق، كلها عوامل مشاهدين جعلت إسبانيا تدور طويلا دون أن تجد طريق إلى الشباك. والأكثر من ذلك أن الرأس الأخضر لم يكتفي بالدفاع، بل كاد أن يخطف الانتصار في اللحظات الأخيرة أمام منتخب كان مرشحا للفوز قبل صافرة البداية. النقطة قد تبدو عادية في الحسابات، لكنها تساوي الكثير في تاريخ هذا المنتخب الصغير والطموح في نفس الوقت. فرحة مستحقة لعناصر منتخب الرأس الأخضر، وإشادة بما قدمه هذا الحارس. للإشارة فقط نيجيريا هي المنتخب الأفريقي الوحيد الذي هزم إسبانيا في كأس العالم، وكان ذلك في دور المجموعات في نسخة 98 بنتيجة 3 أهداف مقابل 2. بينما آخر مباراتين جمعت إسبانيا مع منتخب أفريقي كانتا أمام المغرب، انتهت الأولى والثانية كذلك بالتعادل بهدفين مثلهما في 2018 وبدون أهداف في 2022، وشهد ذلك عبور المغرب بعد فوزه بركلات الحظ الترجيحية. إذن فرحة مستحقة لعناصر الرأس الأخضر. الجمهور سعيد بهذا التعادل الذي يساوي الكثير، ويلوحون بالأصبع إلى الحارس الذي وقف سدا منيعا وزاد عن مرماه بكل بسالة أمام فرص عديدة للمنتخب الإسباني. لم ينفع دخول لامين يامال ولا حتى ويليامز، وواصل هذا المنتخب صبره وتمكن من الوصول إلى ما أراد بخطف نقطة من أمام المنتخب الإسباني. أرحب من جديد بمحللي قنوات بين سبورتس وآخذ رأي الكابتن لويس حول هذه الانطلاقة للمنتخب الإسباني. الرأس الأخضر ركن الباص كما نقول بالعامية، وكذلك أغلق الأبواب بإحكام، لم يترك أي مساحة لإسبانيا. نعم هذا صحيح، ولكن يجب أن نثني عليهم أيضا. هنالك أساليب مختلفة للعب، والرأس الأخضر لعبت بأسلوبها، كانوا منظمين، عملوا بجد واجتهدوا ووضعوا الكثير من الجهد على أرضية الميدان كي لا تلعب إسبانيا براحة. وبالنسبة لإسبانيا ربما نحن تحدثنا عن المنتخب، نعم صحيح واجهنا منافس منظم، ولكن كان هنالك نقاط ضعف. التغيير الأول جاء في الدقيقة 70، ولكن في أول 45 دقيقة النسق كان بطيء جدا، كان هنالك فرص قليلة، كان 7 تسديدات على المرمى فقط، وهذا يظهر بالرغم من أن إسبانيا سيطرت على المباراة وصنعت فرص، ولكن الفرص لم تكن ثمينة أو واضحة. الحارس كذلك فوزينيا كان ممتازا في حراسة المرمى، يجب أن نثني عليه ونشاهده على الشاشة الآن، وهذا ما كانت تحتاج إليه إسبانيا، السرعة، وربما وصلوا متأخرين إلى المباراة. كابتن حاتم، هناك من سيقول أنه الرأس الأخضر يمثلنا، نتيجة مفاجئة اليوم. نتيجة ممتازة جدا، نتيجة بطعم الانتصار. نتكلم عن المنتخب الإسباني أكثر منتخب يستحوذ بالكرة في هذه البطولة، ومتمرس ولديه إمكانيات كبيرة. هو صحيح المدرب لم يبدأ بالتشكيل الصحيح، صحيح المدرب يتحمل المسؤولية لأنه لم يبدأ بالتشكيل الذي يلزم، خاصة على مستوى الوينجات. لعب بجافي ولعب بتوريس الذين ليس لديهم المهارة ولا الإمكانيات في الاختراق الواحد ضد واحد، ولذلك شاهدنا لما حتى التغييرات تأخر فيها وقام بالتغيير في 71. هذا بدأ بالتغييرات في الدقيقة 70، 20 دقيقة لم تكن كافية. ومع هذا شاهدنا بدخول يمين جمال، شاهدنا المهارة وكيف، وإن كان ليس جاهز بعد شهرين، هذه يعني تعتبر المباراة الرسمية الأولى، فيعتبر أنه أداؤه لم يكن سيء. ثم ويليامز دخل معنا في آخر الدقائق ولم يستطيع تسجيل هدف، لكن لابد أن نشيد بكاب فيردي في أول مشاركة كمنتخب أفريقي لهم يظهر بهذا الشكل الممتاز وبهذا الشكل الدفاعي. وأنا لا يهم تقول أنه ليس لديها فرص في الأخير. النتيجة بماذا خرج أمام إسبانيا بنقطة أمام إسبانيا التي يعني نتكلموا المرشحة للفوز بكأس العالم. وهذا يعطيك لما مدرب يجهز بشكل جيد فريقه على المستوى الذهني، على المستوى البدني، على المستوى التكتيكي، نشاهد نوعا ما. اكيد ان اسبانيا اكيد اضاعت العديد من الفرص، لكن حارس مرمى فوزينا كان جاهز. لكن هذه لابد ان حارس ان يتالق والدفاع ان يكون جيد، وكل الظروف تعمل لصالحك، ويمكن كان قريب من خطف صحيح. من خطف هدف. هذا اولا، هذا يعطي كاول مشاركه
أنه المنتخب الرأس الأخضر قام بمباراة أولى ممتازة جدا وعليه أن يواصل هذا المستوى. بالنسبة لإسبانيا المدرب عليه أن يختار التشكيل ولا بد أن يستهين بولا منتخب. أنا أراه في عدم احترام منتخب الرأس الأخضر بالشكل المطلوب، ولذلك بدأ المباراة نوعا ما بالتشكيل غير مناسب وغير متناسق مع بعض، لذلك شاهدنا إسبانيا بأقل قوة، لكن مع هذا لا يزال أمام المباريات للتدرب. من حق الرأس الأخضر مشاهدينا أن يفكر الآن ربما في تجاوز الدور الأول مثلما فعلت غانا في 2006 في أول مشاركة مونديالية لها. فاصل نعود لنأخذ رأي كابتن عبد العزيز. تفضلوا بالبقاء معنا.